اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ريفيوهات. انا حسن عبد الحميد وعلى السريع ومش هطول عليكم كتير. المسلسل اللي معانا مسلسل اشغال شقة جدا. هتقولوا لي ليه جدا؟ هقول لكم مش عارف. بس اول حلقة من المسلسل بتتكلم عن حد هيساعد ياسمين وحمدي في البيت. اول شغالة الحقيقة او اول مساعدة معاهم في البيت مدينة من نيجيريا. بتعمل ايه بقى مدينة او مشكلتها فين؟ مدينة بتاكل الاخضر واليابس لو لقت بني ادم او روبوت هتاكل. دي مشكلتها، بتاكل كمية اكل مش طبيعي وبتشرب كمية مية مش طبيعية. ما شاء الله. دي كانت مشكلتها دايما مع حمدي وياسمين، ان هو مخلص، هي مخلصه له نص المرتب وتموين الشهر كله، لحد ما قرروا. بص بقى، بص الكوميديا. انا الموضوع ده موتني ضحك، ان هم ادوها تقريبا دواء او حقنه تقفل الشهيه عندها خالص. فطبعا هي من العصبيه ان الحقنه دي اشتغلت، او ان هي مش حاسه ان هي مش جعانه، فابتدت بقى تكسر في البيت، تدشدش في البيت لدرجه شالت هشام ماجد بالكرسي بالعصبيه، نقلته بالحته الحته في الشقة. ومن الحلقات برضو اللي عجبتني جدا جدا حلقة ناهد السباعي. هي لما جات لهم كانت طول الوقت في حالة سكينة وهدوء وانبساط رهيب، وهادية وبتتكلم بالراحة وهم مش عارفين ليه. وهي ماشية ببخور طول الوقت في الشقة. طول ما هي ماشية اتاري ان دي مش بخور ولا دي مبخرة، دي مخدرات. فهي ياسمين قررت طبعا ايه؟ ان هي تستنشق تشوف ده ايه. فلما استنشقت عجبها قوي. فطبعا هي قررت، قالت لها انا عايزه ابقى دماغي كده مريحاني ايه زيك. قالت لها طيب انا اوديكي عند واحد بيجيب منه بخور. راحت عند الراجل اللي بيجيب منه بخور. اي نعم، ده راجل مريب جدا وباين جدا اللي هو ملوش اي علاقه بالبخور خالص. فهم راجعين، البوليس مسكهم في كمين، دخلوها الحبس. يا نهار اسود لما دخلوها الحبس. في ست الناس اللي مش كويسه جوه الحجز، مش عايز اقول حاجه تانية. فقامت عليها بقى ايه، ضربتها واكلتها اكلتها تقريبا موس او حاجه زي كده. حمدي جوزها بقى جالها الاسم وبتاع. خرجت من السجن، او خرجت من الحبس. لقاها بقى واحده لابسه باروكه حمراء وعامله ميك اب جامد جدا. هشام ماجد نفسه ما عرفهاش واتصدم فيها، افتكر ان هي بتعمل حاجه مش صح بس فدي من اكتر كمان الحلقات اللي عجبت. ولا حلقة سمك القرش، يا نهار ابيض. المشهد بتاع عربي لما قرروا ان هم يسافروا عشان يصطادوا القرش. بص انا في كمان حاجة افتكرتها. عربي عمل البواسير، فراحوا باتوا في مستشفى عشان ما يصرفوش فلوس في اوتيل. تقرير عربي اتلخبط مع تقرير مريض تاني، فاضطروا يعملوا العربي البواسير. فتاني يوم بقى راحوا الغردقه. طبعا خدوا الشغاله معاهم عشان الولاد تقعد مع الولاد. فخلت الطعم بتاع القرش بقوا هما والدكتور اللي هو الباحث. فمش عارفين يعملوا ايه. يعملوا ايه؟ القرش يا عربي بيحب البواسير. راحوا معلقينه بشبكه في المركب، وعربي هيموت خايف القرش يجي يعض. ده مشهد كارثي. ده انا ما حكيتلكوش كمان. يا نهار ابيض، لا استنوا بقى، ده انا ما حكيتلكوش كمان عن حلقة آية سماح. تعرف بقى في الغيب بقى وايه اللي هيحصل، وبتعرف تحل قضايا عند حمدي وان هي ليها ايمن. ايمن خطيبها، ليها خطيبها اسمه ايمن، هو اصلا خطيبها ده مش موجود. وهي طلعت بتعمل فيلم عليهم كل ده، ان هي ايه ليها في الاعمال والسحر والحاجات دي، وهي ملهاش في حاجه. وفي بقى الشغاله اللي هي الشغاله الاندونيسيه دي، اخر حلقه بقى خالص فهمها تقيل. فهمها على قدها قوي. عملوا ايه عشان هي مش فاهماهم؟ طبعوا لها كل حاجه على ورق. مثلا حمدي عايز جزمه، انا موريين لها شكل الجزمه عشان يفهموها. اضطر حمدي ياخد الطقم كله بتاع الطب الشرعي اللي هو شغال فيه، والناس كلها ياخدهم يوديهم كورس لغة أندونيسية. فبعد ما عملوا كل المجهود ده كله، جت قريبتها خبطت عليها، قالت لها ان باباها معرفش قرصه تمساح. المفاجأة بقى ان قريبتها دي طلعت منين؟ طلعت من الهند. فاحنا هنشوف بقى الحلقة الجاية لو طلعت هندية. حمدي وياسمين هيعملوا ايه مع الهندية؟ هل هياخدوا كورس هندي؟ هنشوف مع بعض في الحلقات الجاية. فلا المسلسل ده فيه
في كوارث، وانا اللي عاجبني كمان في المسلسل انه مواقف الضحك حقيقيه قوي. انا بس في عندي مشكله واحده مع المسلسل مش ضايقتني، يعني اللي هو ليه عملتوها. بس المشهد اللي هو حمدي يدخل ولاده المدرسه الحكومه اللي هو كان آه فيها، ولاده طبعا متعودين بقى على الايه، ان هم ناجتس وبتاع مع اللانش بوكس وبتاع ومش عارف، حياة بقى تانية خالص. فالمهم ايه، في ولد مستقصد ولاد حمدي كل يوم في المدرسة يضربه. ففي مشهد بين الولد الطفل يعني وبين هشام ماجد، ممكن ما اضربهمش بس تديني 500 جنيه، او ما اضربهمش وتديني 400 جنيه. وطبعا كان بيتكلم بطريقة انا اتضايقت، لان الطفل برضه طفل صغير، واكيد المسلسل ده بما انه مسلسل كوميدي ففي اطفال كتير بتشوفه، فصورة الاطفال بينهم وبين بعض حتى لو ما يعرفوش بعض، ده هيقلد ده وده هيقلد ده وده هيقلد ده. فانا اتضايقت ان يبقى في طفل بيتكلم كده، وان هم يصدروا الصورة دي للاطفال. هم طبعا انا عارف ان هم اكيد كانوا يقصدوا ان هم يخلقوا من الموقف موقف كوميدي، وانه ما يتاخدش كده. بس انا بقول لكم يعني وجهة نظري. وكان كل شوية في اخر الكلام الولد الصغير يقول لهشام ماجد سلم لي على المدام او سلامي للمدام. فاللي هو كطفل برضه ما ينفعش. انا عارف ان ده كله تحت كوميديا، وان المسلسل يتطلب الكوميديا وكل ده، انا ما قلتش حاجه، بس بتكلم انه عشان مراعاة للاطفال. بس ده المشهد الوحيد في التسع في العشر حلقات اللي انا يعني علقت عليه. لا غير كده المسلسل حلو جدا، حلو جدا جدا جدا. يعني عايز اقول لهشام ماجد شكرا، وعايز اقول لمصطفى غريب شكرا شكرا شكرا، ان هم ضحكونا قوي كده. يلا همشي اجيلكوا الريفيو الجاي. باي باي.